ما تخليك بني ادم شاذ، فين المشكله؟ مش فاهم بجد. مش عارف فين المشكلة؟ مش عارف. بكرة تعرف. يعني خلاص، يعني كفايه بقى خوف من المجتمع، كفايه بقى ان احنا الحيطان ليها ودان. هي مش مسألة حيطان وليها ودان، ومش مسألة خوف من المجتمع. هو قبل أي حاجة خوف من ربنا سبحانه وتعالى. ثم اللي بتتكلم عليه ده قرف حضرتك. يعني ليه الواحد يبقى شا ليه؟ الحيطان ملهاش اي ودان ولا نيله. بجد احنا كل ده افكار بنحطها جوه دماغنا، بيزرعوها جوه دماغنا ان احنا نخاف من البني ادمين. ما هو لما أفكار تتحط جوه دماغنا أهون بكتير من حاجات تانية تتحط جوه في حتة تانية. يعني أهون بكتير وأرحم وحلال. انت بتخافش غير من حاجه واحده، من ربنا اللي خلقك. من يعني حط كده في دماغك الحيطان ملهاش اي ودان، الناس يتكلموا زي ما يتكلموا كده كده هيتكلموا عليك. ما هو ربنا سبحانه وتعالى ما يرضاش ربنا سبحانه وتعالى مال الناس دلوقتي. انت بتتكلم على حاجة يا بيه اللي بتطلبه ده عيب وحرام. يا بيه ايه اللي بتقوله ده؟ انت لو افكارك مختلفه او يعني هي بالافكار، المهم ان هي تبقى صح، ومهم ان هي ترضى نفسك دي اللي هي المفروض تبقى ترضى ربنا اللي انت المفروض بنسعى عشانه. ما انت ذكرت ربنا سبحانه وتعالى كذا مرة. انا لغاية دلوقتي انا مش فاهم الموضوع. انت بتتكلم في حلال ولا في حرام ولا في حاجة مش مظبوطة. ما لو افكار بس هنعديها، لكن تبقى افكار يصحبها افعال لا. فخلي افكارك شاذة عن الناس حاطينه عادي جدا، عشان مش هم الناس، مش هم الآلهة اللي هنمشي وراهم. اهم حاجة تكون افكار وبس. اهم حاجة يكون فكر وبس. اختلف عن الاخرين مش مشكلة، لكن يا رب يكون فكر.